بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آثار اسم الحي في الكون والخلق. كيف عرفت أن الله حي بما ترى؟ هل الله رزاق؟ هل الله غفور؟ نعصي ويسترنا. مظاهر الحي 4 مظاهر: والواهب للحياة الإحياء، إحياء بقدرة عظيمة من ماء. الرجل والمرأة ألم يكن من نطفة مني يمنى. يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. هذا الكلام غير صحيح، كلام إلحاد. يقول الله: كل من عليها فان. المادة تفنى وأوجدها من العدم. القلم مادة، أنت مادة. الحي لا قبله شيء، أما الله الحي الذي لا قبله شيء، والحي لا تنتهي حياته وليس بعده شيء، فهو دائم الوجود والباقي دائما وأزلا، فهو موجب للحياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعل الماء مصدر الحياة للناس كيميائيا، هيدروجين وأكسجين. السحب تتبخر من المحيطات. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. مظاهر إحياء للحياة حتى في الزرع والنبات. حي الأرض بعد موتها. ومن مظاهر الحي أنه يحيي القلوب بالوحي والهدى. لذلك إذا قرأت سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يحيي الأرض بالغيث والقلوب بالوحي. يقول ابن القيم: ذكر ابن تيمية إن تكرير ذكر الحي يحيي القلب. الحياة الأبدية منه في الجنة في دار النعيم. إن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وتعني الحياة الكاملة التي لا تنتهي ولا تنقطع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. ومن معاني الحي أنه خلق الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يأتي يوم القيامة بالموت كبش أملح يذبح بين الجنة والنار ليبين الحياة الأبدية والسعادة لأهل الجنة والشقاء لأهل النار. العباد متساوون في الميلاد ومختلفون في الموت. كيف نعبد الله باسم الله الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي أشمل فيها القوي والغني، فلم يقل وتوكل على الغني أو القوي، لو قال توكل على الحي يتوكل على الناس، وقال لا يموت. فهو واهب الحياة نعبده، نقدس الحياة التي وهبنا، فلا تعتدي على أحد. ومنع الانتحار، ويمنع تمني الموت والإجهاض. ومن آثار التعبدية طلب حياة القلب من الله بترديد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أن يحيي قلبك وفكرك وعقلك. أو تفريج الكروبات، وهذا يظهر من خلال قوله: وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ومن الأدعية: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يقول عبد الله ابن مسعود: لو دخل العسر في جحر لدخل اليسر وراءه. يقول عبد الله ابن مسعود: لو دخل العسر في جحر لدخل اليسر وراءه. وبارك الله فيكم.